السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم حمزة العراقي، واليوم جبت لكم سلسلة سلاسل من لعبة كلاش رويال. استراتيجيات يعني قوية وحلوة راح انزلها من العاب بكلاش رويال. واحد يعني سلسلة، يعني اول سلسلة هاي راح انزلها بالقناة، وراح تكون هاي فقرات يعني من بوقت فراغي انزل من هجم واعرض لكم الهجمات على القناة. اليوم راح نعرض لنا هجمتين من لعبة كلاش رويال، اثنيناتهم فزت بيهن يعني هالهجمتين، وراح أعطيكم تشكيلات يعني الخطة الحربية اللي راح أحطها والاستراتيجية وانشرها بالقناة، وإن شاء الله تستفادون من عندها. فتابعوا الشرح من وياي. شباب، الهجمة الأولى هي يعني حتكون بهاي الطريقة. هاي الاستراتيجية اللي أنا عندي داخل بكلان اسمه ملوك العراق. يعني لقيت هذا الكلان وانضميت له يعني، وبعدين يعني من تتيح لي الفرصة واصعد يعني أحاول أصعد كؤوسي، لين كنت أنزل هنا يعني على مود تفتح لي البطاقات المفتح ما كانت تفتح لي بالأرينات النيش السابقات. بس فتحت لي البطاقات وقمت أصعد كؤوسي، وفتحت الأرينا الرابعة أفتح كل البطاقات بها، وبعدين أقرر أصعد للأرينا الخامسة. فاليوم التشكيلة اللي يعني الأولى، الخطة الأولى، الاستراتيجية الأولى هنا بهاي الهجمة الأولى هي البرابرة والغول. هذا اللي بيده السكاكين اللي يقتل. هذا مستوى 6 كان. بعدين طورته بالهجمة الثانية برنس وذول السكيلتون يعني الجيش مالتهم، صاعقة ومستوى واحد وفالكيري ورامي السهام الجوبلس والساحرة. هاي التشكيلة الأولى. هنشوف الخطة الأولى والاستراتيجية الأولى، نشوف الهجمة مالتها ها، ونرجع لكم بالتشكيلة الثانية. بس خلنا نشوف الهجمة. بهاي الخطة الاستراتيجية الأولى سويتها، نشوف الهجمة مالتها ونرجع لكم. رجعت لكم شباب. طبعا طبعا قفلت الصوت مع لعبة كلاش رويال على مود يعني أصور لكم الهجمة الأولى والثانية بلعبة كلاش رويال. هاي الهجمة الأولى وهاي الهجمة الثانية. فراح نستعرض نعطيها مشاهدة بالهجمة الأولى. بالهجمة الأولى نعطيها مشاهدة. طبعا الساحة الرابعة صعدت كوسي على مود أروح للساحة الرابعة، لأن المباراتين كان سببين صعدا كوسي. العفو. طبعا نزل ماسكتير، نزلت برابر وبرنس، لأن أعرف الماسكتير وحدة ما راح أسوي شي. على مود تتحطم البرج نزلت الغول، ذولا على مود يحطمون البرنس مالته، وحطم البرنس مالتي البرج مالته. طبعا البرنس مستوى 2. انتظرت على مود تطلع لي الساحرة، نزلتها من الجهة الثانية. طبعا بعد ما نزلت الساحرة من الجهة الثانية، نزلت ويا جوبلينز رمات الأسهم، ونزل هو فالكيري. طبعا ننتظر يعني على ما سرع الوقت شوية. نزل عملاق، حطت له جوش السكيلتون، حط لنا برميل هو. بس احنا نزلنا على برنس من ناكي، وانتظرت البرابرة يشتغلن، او الاكسير يصير 5 على مود انزل البرابرة. ونزلت البرابرة من هنا، ونزلت الغول من هنا، وراح الغول والبرابرة يحطمن البرج مالت الشبير، ونزلته من قبل مالت السام، وقدرت اخذ البرج الثالث بدون ما هو يقدر يسوي ضرر الي. طبعا شباب، هاي الهجمة الأولى والاستراتيجية الأولى تقدرون تطبقوها، ومية بالمية إذا طبقتوها تنجحون. نروح للاستراتيجية الثانية. وخصمي كان قوي جدا يعني، خصمي. فنروح للاستراتيجية الثانية ونشوف التشكيلة مالتها. تابعوني شباب. طبعا شباب، رجعت لكم الاستراتيجية الثانية اللي هي هاي. كان كؤوسي 111 فصعدتهم. طبعا استراتيجية. طبعا خصمي كان قوي، فيعني عنده ساحرة، وعنده هذا السهم هذا عندي بس ما استعمله هواي. هذا اللي يرمي سهم. وعنده جوبلينز، وعنده جوبلينز مستوى 7، أنا عندي مستوى 6.
هو عنده هذا اللي ما أعرف، يعني مار عليه بس ما عندي، ما فاتح لي بعد هذا، ما مفتوح لي. وعنده فارس وعنده ساحرة. أقوى شي عنده هو البيكة. البيكة يعني تقدر تحطم لي جزء يعني كلش كبير من البرج. فنشوف. ثاني استراتيجيتي الثانية اللي هي هاي برابرة وغول، هذا البيض السكاكين وبرنس وجوبلينز، هذا أبو الإكسير الواحد، يعني ثلاثة يذب لي. وهذا اللي من قنابل فالكيري وجوبلينز عندي همين رمات الأسهم. وتسلا. تسلا ما أعرف بيها 4 أكسير ما تصف هواي. وتفيدني يعني طبعا. أبيت مواقف يعني استراتيجيات. والساحة الرابعة. فنشوف الهجمة ونرجع لكم شباب. يلا شباب، خلينا نبدي بالاستراتيجية الثانية ونسوي لها مشاهدة وننزلهن بالكلان. أنا اثنيناتهن عرض مسويلهن بالكلان. طبعا راح أسرع الفيديو. آه، اثنين يعني راح أسرع الفيديو. انت ضغط أول شي نزل، نزل لي تنين بالبداية. نزلت دولار مات ونزلت التسلا ودول اللي اللي يرمي قنابل. طبعا ضرب يعني سماته، ضرب يعني هو ما غضب. نزل البيكة، نزلت هاي. طبعا البيكة معروف ايش قوتها. نزلتها وما قدرت تاخذ له، يعني ما قدر ياخذ يعني هواي من البرج مالتي. بس المهم ما اخذ من البرج مالتي. وانا ليش سبب ضرر من يعني مسبب لي ضرر هسه. اخذ مني البرج مالتي ونزلت البرابرة والبرنس والغول. يعني قدرت اخذ برج منه واخذت عدد شوية من البرج الكبير مالته. نزلت التنين ونزلت التسلا هنا، ونزلت هذا اللي يرمي. بعدين نزل هنا اسهم ابو السهام، قدر احطهم لي التسلا. نزلت برابرة ونزلت برنس. ها ونزلت همين ذول ابو الاكسير واحد سكيلتون. ونزل له هذا ركب على الخنزير. بس اني نزلت برنس من البداية وقدرت جمعت اكثر عدد من من الجنود. وقدرت اخذ البرج الثالث وفزت عليه بمستوى يعني تاج 3 مرة. 3 تاج ماخذ من عنده. وقدرت اربح المباراة. وبين استراتيجيات يعني كلش قوية. وراح ابقى على استراتيجيات ثانية. طبعا بهاي الحلقة الاولى السلسلة راح اطول عليكم بالشرح. راح بعد ما انا اعطيكم استراتيجيات. اذا ما عندك برنس انا اقول لك شو تخلي مكانه. اذا ما عندك برنس خلي مكانه لو ساحرة لو عملاق. الكل عنده عملاق. بس اذا عندك ساحرة الافضل تحط ساحرة. واذا ما عندك يعني طالعت لك التسلا. اذا ما طالعت لك التسلا حط مكانها نصيحة. حط ماسكتير مكانها. فارس هاي. حط مكان التسلا هاي اذا ما طلعت لك. فهاي كل الشرح يعني. يعني والشرح والاستراتيجية الأولى يعني. حتى بالاستراتيجية الأولى إذا ما عندك صاعقة حط مكانها يعني مثلا هذا كرة النار أو أسهم. فأنت حسب يعني إذا حسب الأوراق اللي عندك. يعني إذا ما عندك صاعقة حط هذا كرة النار أو السهام. فأنت بكيفك يعني. إذا ما عندك حط بكيفك يعني. فنحن انتي شرحنا يعني شباب السلسلة الأولى والاستراتيجية الأولى كلاش رويال. إن شاء الله يعجبكم الفيديو وإن شاء الله تكونوا استفاديتوا من الشرح. طبعا راح أنزل سلسلة يعني كل سلسلة ثانية أنزل بيها هجمة واحدة. بس أول السلسلة هاي من كلاش رويال حبيت أنزل بيها هجمتين أنا حتى أطول يعني. يصير يعني الفيديو حماسي وطويل. بالسلسلة دولة. في نهاية الشرح عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. وبقرب اندرويد بغداد العالم الذهبي. معكم حمزة العراقي.